ليه بلاط الحرم المكي بيبقى ساقع في عز الحر؟ السبب الراجل ده مهندس مصري عبقري اسمه محمد كمال اسماعيل، بيعمل تنفيذ وتخطيط توسعة الحرمين وما خدش عليها جنيه، عملها كلها لوجه الله. مهندس محمد كان عارف ان في نوع من الرخام بيعكس الضوء والحرارة ومش بيمتصهم زي الرخام العادي، لان في مسام رقيقة بتمتص الرطوبة بالليل وبتطلعها بالنهار، فتفضل الارض ساقعة في عز الظهر حتى لو درجة الحرارة وصلت 50. بس النوع ده من الرخام كان نادر جدا ومش موجود غير في جبل صغير في اليونان، وفعلا طار المهندس محمد على اليونان واشترى نص الكمية الموجودة في الجبل بالظبط ورجع بيها على السعودية وعمل كل أرضية الحرم المكي. لكن بعد 15 سنة السلطات السعودية طلبت منه ان هو يحط نفس نوع الرخام ده لكن في المسجد النبوي. وقتها المهندس محمد خاف جدا. ليه؟ لانه اشترى نص الكمية كلها اللي كانت موجودة في الجبل. معقول النص التاني بقى من الكمية لسه موجود في الجبل كل السنين دي؟ سافر المهندس محمد على اليونان تاني، بس للاسف لقي فعلا النص التاني من الرخام اتباع من زمان جدا، ولما عرف كده زعل قوي. بس ربنا الهمه ان هو يسال المسؤولين اليونانيين سؤال غريب جدا: هو مين اللي اشترى الرخام ده؟ هاتولي اسمه من تحت الارض وانا اروح اجيبه. بعد محاولات كتيره جدا في التدوير على الاسم، ما هو مش حاجه سهله برضه، دول 15 سنه يا جماعه، لقوه في الاخر. ولحسن الحظ ان المشتري طلع شركه سعوديه. فرح المهندس محمد جدا، بس برضه هو معقول الرخام هيفضل عندهم المده دي كلها؟ المهم ان المهندس محمد قرر ان هو يرجع تاني على السعوديه ويروح الشركه دي ويقابل رئيس مجلس الاداره. ولما المهندس محمد قابل صاحب الشركه ساله: هو انت عملت ايه بالرخام اللي انت اشتريته من اليونان من 15 سنه؟ الراجل قال له: مش فاكر، بس هسال المخازن. المفاجاه بقى انه لما سال المخازن لقى الرخام موجود في المخازن من 15 سنه زي ما هو، ما اتعملش بيه اي حاجه. لما المهندس محمد سمع الخبر ده طار من الفرحه وقال له: خد شيك على بياض اكتب فيه الرقم اللي انت عايزه، بس المهم ان انا لازم اشتري الرخام ده منك كله دلوقتي حالا. فصاحب الشركه قال له: هو في ايه؟ الرخام ده مهم عندك ليه قوي كده؟ فوقتها المهندس محمد حكى له القصه دي كلها وقال له ان الرخام ده رايح للمسجد النبوي الشريف. فوقتها صاحب الشركه قال له: طب والله ما انا واخد فيه ولا مليم ومتبرع بيه كله لوجه الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى فضل محافظ على الرخام ده 15 سنه علشان في الاخر يروح لمسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انا محمد فرج، سلام.